السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة وصفة جديدة وفكرة جديدة. هنعمل فكرة حلوة وبسيطة وسهلة وسريعة ما بتاخدش وقت خالص ومغذية جدا للأطفال، وفكرة سهلة جدا لسندوتشات المدارس وسندوتشات اللانش بوكس. هنجيب عيش توست وهنجيب كاتشب، وهنبدأ كده ندهن العيش توست بتاعنا بالكاتشب وهنحط عليه لانشون. حابة انك انتي تحطي لانشون براحتك، مش حابة ممكن تستبدليه بأي حاجة تانية انتوا بتحبوها وبتفضلوها. انا حطيت هنا لانشون، وهحط كمان جبنة موتزاريلا. لو عندك ميكس جبن هيبقى حلو جدا، حطي ميكس جبن. انا هنا حطيت كده جبنة موتزاريلا عشان انا عايزة كده اخلي السندوتش بتاعي حلو، والاطفال طبعا بيحبوا الجبنة الموتزاريلا في السندوتشات علشان بتمط كده، يعني بيحبوا الحاجات اللي هي زي البيتزا. تمام، فاحنا هنعمل حاجة سهلة وبسيطة جدا النهاردة بالعيش التوست. لو ما عندكيش عيش توست ممكن تستبدليه بعيش كايزر او عيش فينو عادي جدا، يعني ما توقفيش على اي حاجة. تمام، حطينا كمان عيش توست كمان فوق، وبدأنا كده نحط كمان كاتشب وندهنه، ونبدأ نحط جبنة موتزاريلا. تمام، هنعمل طبقات كده من الكاتشب والجبنه الموتزاريلا. هنا طبعا انا حطيت في الاول لانشون كامل ما قطعتهوش، لكن هنا انا قطعت كده لانشون او بيفي، وتبداي يعني تقطعيه مكعبات صغنطه كده، وتبداي تحطي عليه على الجبنه الموتزاريلا في الحشوه الطبقه الثانيه. تمام، هنحط كمان عيش توست برضو، وهنبدأ كده برضو نحط عليه كاتشب، ونبدأ نوزعه حلو جدا كده على بعض لحد ما يدهن معانا كله كده العيش توست بتاعنا. حاجة سهلة جدا وحلوة جدا وطعمها جميل جدا جدا. لازم تجربوها فعلا في سندوتشات اللانش بوكس، لان طبعا حيرة كل يوم، حيرة كل في البيت هنعمل ايه النهاردة في سندوتشات المدارس، هنحشي ايه، هنديهم ايه. فهنعمل حاجات بسيطة وسهلة وسريعة، وكمان اي حد يقدر يعملها في البيت، يعني مش مكلفة خالص. خلاص كده تمام، حطينا هنا الكاتشب وحطينا جبنه موتزاريلا، وهنبدا برضو نحط كمان لانشون كده اللي هو متقطع مكعبات صغيره، ده كده عصافيري يعني حته قطع صغنطه خالص. تمام، وزعناهم كده حلو جدا على بعض كده، وهنبدا كمان نحط العيش بتاعنا او السندوتش بتاعنا في الفرن تحت الشوايه كده، ياخد يعني وش كده وتسيح معانا الجبنه، يا اما تحطيه في الميكروويف وعلى طول هتكون الجبنه معاكي ساحت، وكمان اخد وش بسيط كده والجبنه ساحت معانا. تمام، ممكن تحطيه برضو في على النار كده، في طاسه على النار، وتهدي عليها النار خالص، تبدا كده الجبنه تسيح معاكي، تبداي تشيلي السندوتش بتاعك. ممكن برضو تغطيها، لو حطيتيها في طاسه على النار ممكن تغطيها بغطا حله كده علشان البخار يسوي الجبنه بتاعتنا، يسيح الجبنه بتاعتنا معانا، تبقى بالشكل والحلاوه اللي حضراتكم شايفينها دي. بصوا طبقات الجبنه مع اللانشون مع الكاتشب، حاجه جميله جدا جدا، تحفه بجد، جميله جدا وسهله وبسيطه. اولادنا هيعشقوها وهيحبوها جدا. هتحطها لهم كده في لانش بوكس، وهتحط لهم كمان معاها كده شويه كريسبي على فاكهه على عصير. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه مع بعضينا كده. اهو جبنا طبعا احنا طلعنا السندوتش بتاعنا من اللانش بوكس واسوى من الفرن، حطيناه في اللانش بوكس كده، وحطينا معاه عصير، اي نوع عصير موجود عندك، كمان اي نوع عصير فشار. تمام، سواء عاملاه في البيت او جايباه من بره، حط لهم كده حبه في العلب الصغيره دي او في علب اللانش بوكس، هتبقى حلوه جدا. الاطفال طبعا بيحبوا الحاجات دي، وبتبقى يعني بصوا بيخلوا بياكلوا السندوتشات بتاعتهم وبيجوا باللانش بوكس زي ما قلت لكم كذا مره. الحاجات دي بتخلي الاطفال ياكلوا الحاجه او بياكلوا السندوتشات بتاعتهم. تمام، هنحط كمان اي نوع بسكوت ساده او بسكوت شوكولاته، اي نوع بسكوت عندكم في البيت قدموه مع السندوتشات بتاعتنا او السندوتش بتاعنا، مع شويه شيكا بن كده، مع اي بسكوت شوكولاته. الاطفال طبعا بيحبوا الحاجات دي، فيحاولوا ان هم كده ياكلوا السندوتشات بتاعتهم ويجوا كده ان شاء الله بألف هنا.
تمام. هنحط لهم برضو اي حاجه حلوه كده موجوده في البيت، اي كريسبي عندك برضو، فاكهه عندك، شيبسي عاملاه في البيت حطي لهم. انا حطيت بسكوت ساده، وحطيت بسكوت شوكولاته، وحطيت سوداني مملح، وحطيت شيكابون، وحطيت اللي هو الحاجات الحلوه دي اللي بتتحط في التورت، وطبعا بطعم البرتقال. فحاجه سهله وبسيطه. طبعا الساندوتش انا قسمته على 2، ما خليتهوش صحيح. لو انت حابه انك انت تخليه صحيح براحتك، بس انا قسمته على 2 كده علشان يبقى سهل كده في الاكل وفي المسكه. لما يجي الطفل او الولد ياكل الساندوتش هيبقى يعرف يمسكه كده بكل سهوله وياكل كده بألف هنا. بصوا ما شاء الله الطبقات بتاعتنا جميله جدا، والجبنه بتاعتنا سايحه تحفه بجد، جميل جدا جدا. ان شاء الله هعمل لكم برضو هعمل لكم ان شاء الله الميني بيتزا اللي حابب ان هو يحط في اللانش بوكس. بصوا ما شاء الله قد ايه ان هي جميله تحفه بجد، جميله جدا جدا. بصوا الجبنه بتاعتنا بتمط ازاي، يعني بصوا ما شاء الله حاجه تحفه. الاطفال بتحب الحاجات دي، بتحب الجبنه لما بتمط كده، بتحب البيتزاهات من بره، وبتحب اي حاجه اكله من بره بتجيبيها علشان بتبقى الجبنه فيها بتمط. فاحنا عملناها لهم في البيت بكل سهوله، هتفرح الاطفال جدا بيها، وكمان هياكلوا السندوتشات بتاعتهم وهيجوا ان شاء الله بألف هنا. جربوا فكره النهارده، فكره سهله وبسيطه وسريعه، واي حد يقدر يعملها في البيت. يعني بصوا ما بتاخدش وقت ولا مجهود ولا وقفه كتير في المطبخ، يعني في اقل ان شاء الله من 10 دقايق هتكوني عملتي احلى سندوتشات. وداعا لحيره الامهات في سندوتشات المدرسه، سندوتشات اللانش بوكس، حيره كل يوم مع كل كل يوم هنعمل ايه، سندوتشات هنحشي ايه. لا النهارده انا جايبه لك فكره سهله وسريعه وبسيطه، خلاص كمان مش مكلفه خالص. كمان هتنفع جدا للناس اللي هي موظفه وبتيجي تعبانه من الشغل وحابه ان هي تعمل غداء سريع او عشاء سريع او فطار سريع، هتنفعهم جدا. فكره سهله وفكره حلوه وبسيطه، وكمان طعمها حلو جدا جدا. اي حد يقدر يعمله في البيت، مش هتكلفه حاجه، وكمان مش هتاخد من وقته كتير. زي ما قلت لكم حاجه سهله وبسيطه وسريعه وحلوه جدا للناس الموظفه اللي هي بتروح الشغل حابه ان هي تاخد حاجه معاها. فدي فكره سهله وبسيطه، حبيت اديكم افكار سهله وسريعه لاي حد يقدر يعملها في البيت. ان شاء الله استنوني في افكار كتير جايه، اعمل لكم افكار كتير حلوه جدا لسندوتشات اللانش بوكس، وكمان للموظفين وللغداء السريع والعشاء السريع. ان شاء الله اشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد وفكره جديده. اشوفكم على خير، واقول لكم حبايب قلبي لو ما اشتركتيش في القناه انزلي بسرعه اشتركي في القناه وفعلي الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. اشوفك ان شاء الله على خير. اكتبي لي كومنت برايك في الوصفه وحطي اللايك، واشوفك ان شاء الله بفيديو جديد. اقول لك جربي فكره النهارده، ولو عندك فكره اكتبيها لي في الكومنتات وانا هعملها. مع السلامه، باي باي.